المغرب يستعد ليكتب صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الإفريقية. كأس إفريقيا 2025 موعد ينتظره الملايين، والمغرب يجهز له بكل قوة. ملاعب حديثة، تنظيم عالمي، وشغف لا حدود له. لكن وراء هذه الاستعدادات هناك تحديات ومحاولات لعرقلة النجاح. في هذا الفيديو سنكشف لكم كل شيء. استعدوا. أولاً، هل الملاعب المغربية جاهزة فعلاً لاحتضان العرس الإفريقي؟ ثانياً، سنتعرف على من يحاول عرقلة نجاح كأس إفريقيا بالمغرب. ثالثاً، وهو أمر مهم وحصري حول الملاعب التي ستسرق الأضواء في هذا الحدث الكبير. ابقوا معنا لتعرفوا التفاصيل. أولاً، الملاعب المغربية تشهد تحولات ضخمة. ملعب مراكش الكبير يتم تطويره ليستوعب أكثر وليرتقي إلى المعايير العالمية. ملعب أكادير الكبير وطنجة الكبير يخضعان لعمليات صيانة وتوسعة ضخمة، بالإضافة إلى ملعب الرباط الجديد المرتقب أن يكون مفاجأة البطولة. لكن التحديات ليست رياضية فقط. هناك محاولات واضحة من بعض الأطراف مثل الجزائر وبعض الحلفاء الآخرين لإحراج المغرب دولياً والتشكيك في جاهزيته عبر حملات إعلامية مغرضة. ورغم ذلك، المغرب يواصل بثقة وإصرار، مدعوماً بثقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وإعجاب العديد من المسؤولين الرياضيين عبر العالم. كأس إفريقيا 2025 في المغرب لن تكون مجرد بطولة، بل ستكون رسالة إلى العالم: المغرب حاضر بقوة. هل تعلمون أن بعض الملاعب المغربية تتجاوز معايير فيفا وليست فقط معايير الكاف؟ وهل تعلمون أن هناك مدن جديدة ستستضيف لأول مرة مباريات بهذه الضخامة مثل وجدة وفاس؟ كل هذا يجعل نسخة المغرب مرشحة لتكون واحدة من أفضل نسخ الكان عبر التاريخ. المغرب يواجه التحديات والملاعب تتحدث عن نفسها. برأيكم، هل سينجح المغرب في تنظيم أفضل نسخة لكأس إفريقيا؟ وأي ملعب تتوقعون أن يكون الأجمل والأكثر تأثيراً؟ ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك واشتراك لنواصل معكم تغطية كل ما هو حماسي وجديد عن كأس إفريقيا 2025.